ازيكم؟ بما ان الرمان خلاص موجود في السوق، تعالوا بقى نشوف هنعمل بيه ايه. الرمان يعني من الفواكه اللذيذة جدا، واحلى حاجة فيها ان هي بينفع تضيفيها على اضافات كتير جدا، زي السلطة وسلطة الفواكه، وكمان ان احنا ناكله لوحده كده بالسكر. طبعا عايزة اقول لكم بقى، اول حاجة جبت رمانتين كبار، وهبتدي ان انا عملت مربع كده بالسكينة من فوق وشيلته بايدي. تمام، شايفين ما شاء الله لونها احمر وتحفة. وابتدي بقى افتحها اربع تربع بالشكل ده، وابتدي بس ازق الاربع تربع كده، يعني افتحهم كده من جنب بعض. وبس كده هي جاهزه معايا ان انا هفضيها على طول في الطبق. هتتفرط معاكي بكل سهوله. وطبعا عايزه اقول لكم ان الرمان مفيد جدا جدا، ونقدر ان احنا نحفظ منه كميه، يعني تجيبي منه كميه الرمان اللي انت عايزه تعمليها. ببتدي ان انا افرزها وبحطها في علبه وبحطها في التلاجة من تحت، من غير اي اضافه ولا سكر ولا اي حاجه. عايزه اقولك بيتحفظ وبيبقى معاكي على طول جاهز في التلاجة، وتقدري ان انت تستخدميه في اي وقت. تمام. بعد بقى ما هخلص بقى الكميه كلها، تمام كده، ويبقى معايا الكميه دي. ما شاء الله الرمانتين عملوا لي الطبق الكبير ده. اول حاجه بقى انا هقول لكم انا بحب اقدم الرمان ازاي. اول حاجه بحطه في طبق، تمام كده، بدون اي اضافه. طبعا الطريقه التقليديه بتاعتنا ان احنا كنا بنحط عليه سكر. هنا بقى ده كمان الطبق ده فيه زبادي. تمام. وهحط برضو عليه رمان. عايزه اقول لكم الوجبه دي حلوه جدا لعشاء او فطار، يعني حاجه كده في منتهى الجمال. وطبعا هنا الرمان، الطبق اللي هو اللي احنا حطينا فيه الرمان، بس هقطع عليه موزايه بالشكل ده. عايزه تضيفي عليه سكر براحتك، عايزه تضيفي عليه عسل ابيض بس كده براحتك. عسل نحل، مفيش اي مشكله. انا بالنسبه لي انا بحب اقدمه، قدمت اول طبق رمان وموز، تمام، وعليهم كده معلقه من العسل الابيض، وهنا زبادي، وحطيت عليه الرمان، وحطيت عليه برضو معلقه كده صغيره من العسل الابيض. عايزه اقول لكم حلوه جدا، انا ما ضفتش للرمان اي حاجه، وباقي الرمان ده احطه في علبه واحفظه في التلاجة. وهبتدي ان هو يكون جاهز عندي في اي وقت ان انا عايزاه على لعشاء او لفطار كده، مع كوبايه الزبادي. حلو جدا، ممكن نضيفه كمان في السلطه، ليه اضافات كتير جدا. عايزه اقول لكم الوجبه دي حلوه جدا ولذيذه جدا جدا جدا. لعشاء كده، لو انتوا عايزين عشاء خفيف او فطار خفيف. بتمنى ان شاء الله تجربوها. وباي باي، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.